أسود الجيش المغربي يحذرون مواطني الجارة الشرقية ويوصونهم بالبقاء بعيدا عن المنطقة العازلة المتخمة للحدود مع الجزائر وموريتانيا، خاصة سائقي الشاحنات الجزائرية الذين يتجهون بين الفينة والأخرى إلى الأسواق الموريتانية، وأن الصحراء ستكون مقبرة لهم إذا لم يكونوا أكثر وعيا بمخاطر دخول المنطقة العازلة، خاصة بعد أن لقي عدد من أصدقائهم حتفهم هناك خلال السنوات الأخيرة بعد تجاهلهم للتحذيرات المغربية. والأكيد أن طائرة الدرون المغربية لن ترحم من يضع رجله في المنطقة العازلة. والقصف الجوي المغربي سبق أن استهدف شاحنات جزائرية في عين بنتيلي قبل سنة أو سنتين، وذلك القصف كان له وقع كبير في إنهاء التحرشات الجزائرية بحدود الصحراء المغربية وجعلهم